عليكم، كيف الحال يا جماعة الخير؟ كيفكم يا جماعة الخير؟ إن شاء الله أنكم طيبين يا جماعة الخير. طبعا اليوم القنوات سرقات بالعام، يعني إذا أنت حرامي وغبي حياك الله تفضل في الشارع، إذا أنت مو حرامي غبي فخش وعطنا لايك واشتراك. أصور لكم ردات فعلي على أي مقطع تشوفه قدامي أو أي مقطع أنتم ترسلوا لي إياه. بدك ترسل لي أحد المقاطع اللي ما عندك مشكلة، يا بعد عيني يا بعد راسي، عندك تحت في الوصف ايميل انك ترسل عليه او ترسل لي بسناب شات، رابط على طول دايركت تخش عليه ضيف. وما ابي اطول عليكم اكثر من كذا يا جماعة الخير، خلونا نشوف اخفى سرقات في العالم. خير لا تحرموني من اللايك والاشتراك وفعلوا جرس التنبيه عشان يوصل لكم كل شيء جديد. وقبل ما نبدأ هذا المقطع، باور هابي عطلنج في مدينة جلادستون الواقعة في مقاطعة أوريغون الأمريكية قرر سرقة دراجة هوائية من مكان يقع مقابل مركز الشرطة. دراجة؟ الآن أنتم تعرفون كيف انتهى الأمر. أثناء عملية السرقة مر ضابط شرطة من ذلك المكان وألقى القبض على اللص فوراً. اعتقد اللص الغباء، يلعن الغباء، حتى في حجة لإنقاذ نفسه بها، كما أن الكاميرات كانت موجودة، وبالتالي فتأليف الحجج لن ينفعه أيضاً. يا أخي غبي بدون قناع، والله غبي. هذا اللص يعرف ذلك أيضاً، لكنه قام بحركة غير مدروسة. دخل اللص إلى متجر وهو يحمل مسدساً وبدأ بارتداء القناع أمام كاميرا المراقبة. استغرق منه الأمر بعض الوقت قبل أن يتوجه للبائع ويحاول الاستيلاء على الأموال. ربما كان يعتقد أن الهدف من القناع هو إخافة البائع فقط. يا ربي اللص الأمين نسي ارتداء القناع في الوقت الذي كان يتفحص فيه مدخل أحد المتاجر. لكن هذا ليس أغرب ما في الأمر. هذا اللص حاول اقتحام المتجر وهو يرتدي بذلة مهرج. لم تسر الخطة بشكل جيد. يلا أبو الشكل يا بوي، لأن زجاج واجهة المحل كان غير قابل للكسر، إلا أن صاحب المحل أصر على تقديم شكوى بالسارق. كان هذا الرجل فاشلا حتى في الهروب، حيث وقع أكثر من مرة أثناء هروبه. المنشار تحت الملابس. في العادة يقوم اللصوص بإخفاء أشياء تحت ملابسهم أثناء تواجدهم في المتاجر، لكن المعروف أن الأشياء التي يمكن إخفاؤها تحت الملابس يجب أن تكون صغيرة ومن غير الممكن ملاحظتها. لكن ما فعله هذا الشاب غير معقول. قرر وضع منشار كهربائي تحت ملابسه والخروج من المحل لركوب دراجته. لسوء حظه لاحظ العامل ذلك وقام بإيقافه وتبليغ الشرطة، لكن الأمر سار بشكل خاطئ. أولاً، دخل الرجل إلى المتجر بدون قناع، وبالتالي فقد كشف وجهه أمام كاميرا المراقبة. ثانياً، كان القناع صغيراً. الغباء صدق. سقط القناع عن وجهه. اسرق زين يا أخي، إيش عرفكم بعلوم السرقة أنتوا يا؟ سقوط المسدس. في الغالب سألني أنا تلك المحلات التي يمكن أن يحصل فيها على أموال أكثر أو على منتجات مكلفة مثل لا عيب أنا بالسرقة الذي يفكر به هذا اللص، لكنه لم يختر المكان المناسب. أيوه، كان محلا للسجائر الإلكترونية. غبي. صاحب المحل قال بنفسه بعد ذلك إن المال كان يحتوي على $100 فقط. لا سروالك طاح، لكن اللص لم ينجح حتى في الوصول إليها. دخل إلى المتجر بنظارات سوداء غباء فاحش، حتى المحشش عرف كيف يسرق. وحين حاول سحب مسدسه سقط منه مباشرة خلف طاولة البائعة. لم يكن قادرا على القفز لاسترجاعه. شوف ذي كيف ماسك السلاح بعد. وما كان على اللص إلا الهرب بعد هذه التجربة الفاشلة. سرقة، لكن ما قام به هؤلاء الشباب أمر غريب حقا. لقد قرروا اقتحام محل متخصص في بيع كاميرات المراقبة. ما تفكرون فيه صحيح؟ اللصوص اقتحموا مكانا يتواجد به نظام مراقبة من أعلى مستوى. حركات اللصوص داخل المحل وأيضا ملامحهم اللصوص بشكل من عدة زوايا وبمختلف الجودات وبأكثر من 17 كاميرا مختلفة. هذا العمل لا يمكن إنجازه حتى في استوديو إنتاج تلفزيوني. حاول هذا اللص أن يقتحم أحد المطاعم بعد تحطيم المطعم المصنوعة من الزجاج، ومن أجل ذلك عور نفسه تقليدية للغاية. نعم، إنها الحجارة. ارتد الحجر بعد ارتطامه بالزجاج ليصيب اللص في رأسه مباشرة وأسقطه أرضا، وقبل ذلك تم تسجيله على كاميرا المراقبة. أحسن. حادثة أخرى مشابهة سدحتك الحجر. أحسن. مع سيارة. حاول أحدهم تحطيم زجاج هذه السيارة لكنه فشل في ذلك، ثم حاول القيام بذلك من الجهة المقابلة لكنه فشل أيضا. وفي المحاولة الثانية ارتد الحجر ليصيبه في وجهه مباشرة. أغمي على اللص
وعند عودة صاحب السيارة اعتقد في البداية أن إحدى السيارات المارة صدمته، لكنه اكتشف فيما بعد أن الرجل كان يحاول سرقة سيارته. تم بعد ذلك الاتصال بالشرطة التي اعتقلت اللص. غبي والله. لص في الفخ. شاهدوا وتعلموا. مالكة هذا المحل المختص في صيانة وبيع الهواتف في كندا واجهت الكثير من المتاعب في السابق بسبب اللصوص. في النهاية قررت وضع حل لهذه المشكلة. في البداية طلبت من العمال أن يخرجوا كل البضائع الثمينة من المحل في الليل وإعادتها في الصباح، ثم قامت بتركيب فخ خاص بالقرب من الباب، وهو الفخ الذي وقع فيه بطل هذا المقطع. إذا دخل لص إلى المتجر فإن الشبكة المعدنية ستغلق الباب ولن يتمكن من المغادرة. هذا اللص مثلا حاول كثيرا لكنه لم يتمكن من الهرب إلى أن وصلت الشرطة. غبي. المالك العبقري والله يا أخي الغباء. كثيرا من اللصوص وعثر على حل عبقري للمشكلة. قام بعمل فخ يشبه كثيرا ذلك الذي نراه في الأفلام وألعاب الفيديو، حيث يسقط اللص في حفرة بمجرد دخوله للمتجر. في الأسفل توجد 3 أبواب لكن جميعها مغلقة. في الأسفل توجد أيضا كاميرات مراقبة، لكن للأسف هي لا تسجل الصوت، وإلا كنا سنستمتع بالكثير من الأصوات الصاخبة التي يصدرها هذا اللص وهو يحاول تحطيم الأبواب. عانى هذا اللص لمدة ساعة كاملة قبل أن تصل الشرطة للقبض عليه. والله لو تكسر لو إيش لو تحاول أقسم بالله ما يمديك. وش سوى ذي؟ بدأ الأمر بشكل طبيعي. دخل شاب رفقة فتاة إلى متجر عادي للمواد الغذائية. في الوقت الذي كانت الفتاة تنتظر بالقرب من المدخل كان صديقها يشتري بعض الأغراض. كل ما اشتراه هو علبة بيبسي. البطاقة التي استعملها الشاب للدفع كانت مسروقة، ولذلك بلغت صاحبة المحل الشرطة. كيف؟ في الوقت الذي حاولت الشرطة فيه ملاحقة الشاب قامت الفتاة بالهرب من خلال قنوات في سقف المحل. ما فهم. كل ما اشتراه هو علبة بيبسي. البطاقة التي استعملها الشاب للدفع كانت مسروقة، ولذلك بلغت صاحبة المحل الشرطة. في الوقت الذي حاولت الشرطة فيه ملاحقة الشاب قامت الفتاة بالهرب من خلال قنوات التهوية في سقف المحل. تحطم السقف وسقطت غبية من أجل عبوة بيبسي. بس عشان تبغى بيبسي بدون جائزة أوسكار. الله يلعنها. في الدول التي تقدم فيها شركات التأمين الصحي تعويضات كبيرة يكون الناس مستعدين للقيام بالكثير من الحيل. هذا الرجل مثلا قام بحيلة تستحق جائزة الأوسكار. كل ذلك حصل في غرفة الاستراحة في الشركة التي يعمل بها. يمكنكم أن تشاهدوا كيف رمى نفسه على الأرض بعد أن سكب مشروبه. بقي ممددا هناك حتى عثر عليه زملائه، وبعدها طالب بالحصول على تعويض من طرف شركة التأمين. لسوء حظه فالشركة حرصت على تفقد كاميرات المراقبة أولا للتحقق مما حدث معه. ناظر في كاميرات طيب إذا بتمثل عشان صدق تبدأ بالتمثيل الصح ما حد يشك فيك. الغباء. خلونا نروح نشوف اللي بعده. يحضر هذا الشخص معدات لأجل عملية سرقة على ما يبدو أنه كان يخطط لتنفيذها منذ زمن. لكن يظهر نزل كل شيء. فاشلة من البداية. ايوه وش بيسرق يعني؟ انا ابي اشوف اخرتها وش اللي بيسرقه. فك الحبل. لعن أم الغباء. يلعن أم الغباء. والأمر المدهش أنه لم يستسلم وعاد من أجل المحاولة مرة أخرى، لكن دون جدوى. يا أخي غبي ذا الحرامي، والله غبي قهر. دخل لاقتناء شيء من المتجر، ولما وجد صاحب المتجر يغط في نوم عميق غبي خطرت بباله فكرة أن يقوم بسرقة أمواله التي توجد بالدرج، أو ربما الدرج بالكامل. أيوة. لكن غباءه جعل أمره ينكشف. لقد كانت محاولة سرقة فاشلة انتهت بضربة كونغ فو.
عصابة مختصة في عملية السرقات تلاحق صاحبة هذه السيارة أثناء دخولها لمنزلها، فقاموا بمباغتتها تحت تهديد السلاح، وهذا ما قامت بفعله لإبعادهم. افتح الباب لو ايش. حلو. وش سوت؟ دق ريوس، والله دق ريوس، سكي ابو سيارة خليه يتعلم. مقفلين على خويه. طب اصدميهم، يستاهلون يستاهلون. يلعن شكلكم كم عددكم على أنفسهم وفروا هاربين في نهاية المطاف، وهذا ما أصبح عليه الوضع بعد تدخل واحد مع سلاح قاعد يهد. يا انك تطلق يا انك تاكل فطرة، يا غباء. لا تحاول أبدا تجربة مثل هذا الغباء. عندما يحاول لص تهديد ضحاياه باستعمال السلاح، فحتما ستكون نهايته على يد إحدى النساء ممن يتحلون بالشجاعة. يا البرودة، يا البرودة والله قوية. ايوه تعطي كف. مين اللي بيضرب الثاني طيب؟ ها؟ كيف؟ هذا الشخص سيحول نفسه من لص هارب إلى شخص رياضي يقوم بلعب الكرة، وكل هذا من أجل أن يفلت من قبضتهم. غبي يا ابوي، ايش ذا نبي مقاطع يا ابوي، سرقة صح. انت لما دخلت هذا المجال السرقة ايش خلى امك تشتري سلاح؟ والله انك غبي. اي شخص يشتري سلاح وما يعرف يسرق انت غبي. السرقة غلط. انا انا انصح ولا هذا؟ حبيبي ركز بالسرقة. اذا انت مالك فيها لا تسرق. يا انك تدخل السجن يا انك تسرق تدخل السجن. معليش وصلنا نهاية المقطع، بس قبل كل شيء لا تحرموني من دعمكم من زر اللايك والاشتراك وفعلوا جرس التنبيه عشان يوصل لكم كل شيء جديد. واذا لديك مقاطع فيديو ارسلها في حسابي الشخصي في السناب شات او عن طريق الايميل. باور هابي عضلنجي.